اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ ايه رايكم النهارده هنشوف مفاجاه من المفاجآت الجميله اللي احنا محضرينها لكم. استعدوا معايا 3 2 1. ايوه بقى ويلا بقى وفرجنا يا منجز. ايه التقل الرهيب ده؟ الولاعه دي صغيره بس تقيله يا جماعه، قولوا بسم الله ما شاء الله. ولاعه صغيره بس تقيله فعلا. انا عايز اقول لك تقريبا تعتبر اتقل ولاعه استخدمتها من الولاعات. الولاعه تقيله جدا في الايد، وحاله خارجيه بتاعتها من بره جميله يعني ممتازه، مفيش اشيك ولا اجمل من كده. لون فضي جميل جدا وحاله جميله جدا. والولاعه نوعها ايه يا منجز؟ ايه الولاعه بتتكلم عن نفسها ونوعها كارتير. بيت ازياء معروف جدا، وبيوت الازياء بتقلد بعض في الحته دي بقى يا جماعه، اللي هو مكان الملء ومكان زياده الشعله او تقليلها، وده الرقم التصنيعي بتاعها. ونجرب مع بعض الولاعه. ولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. عايز اقول لك ولاعه تخطف العين وتقيله في الايد ووزنها تقيل كده، يعني حاجه محترمه بجد. تعالوا النهارده هنعرف مع بعض كل التفاصيل بتاعتها، بدايه من الملو بتاعها منين. من تحت هنا كده هنلاقي مسمار الملو، هنفك مع بعض المسمار ده واحده واحده كده. والعلبه كده الجميله نحط فيها الحاجه. ويفضل ان احنا لو هنملاها، عايز تملاها فضي الغاز منها خالص كده بالشكل ده. فضينا الغاز، يلا هنبتدي ان احنا نملى مره. فضي الغاز. طيب انا كده عمال افضي الغاز وبحاول ان انا املاها، مش عايزه تملى معايا منجز. ايه بقى المشكله اللي ممكن تكون مقابلاني في الموضوع ده؟ ان ممكن يكون صمام الملو اللي انا بستخدمه مش مناسب او مش نظيف اصلا. تعالوا نجرب صمام ملو تاني. زي ما توقعت كده المشكله كانت في صمام الملو دوت. كان الصمام مسدود من قدام، وانا عملت له توسعه بالمفك كده عشان خاطر ينفع ان هو يشتغل اهو كده بالشكل ده كده. توسعه كده عشان خاطر لو عليه اي حاجه او مسدود او الفتحه بتاعته صغيره يبقى واسع معايا. تمام، ونجرب بقى مع بعض دلوقتي. يلا بينا. فضي هوا. ايوه تمام كده. مره تانية فضي هوا. مره تالتة. وكده لو جربنا هنلاقي ان الولاعة الغاز بتاعها بقى كده كثافته عالية، وكده هي اتملت بشكل كويس جدا. اقفل بقى الغطا دوت مرة تانية بالشكل ده كده، وخليك حريص وانت بتفتح وتقفل الغطيان دي عشان ضياعها هيسبب مشكلة، لانها قليل لما بنلاقيها. قطع الغيار دلوقتي قليلة جدا وسعرها كمان غالي جدا، فليه نضيعها؟ تعالوا كده نجرب مع بعض بقى ازاي نعلي الشعلة ونوطيها. من تحت كده هنعرف مع بعض ده مكان زيادة الشعلة وتقليلها. تشبه الديبو قوي وتشبه الدانهيل قوي، وبيوت الازياء بتقلد بعض قوي في الحاجات دي. تلاقي اصلا الشركه المالكه لاكتر من بيت ازياء بتحاول ان هي يا دوبك بس تنقش الاسم ما بين كل نوع والتاني عشان خاطر الطقم بتاعه، سواء كان كارتير او ديبو او دانهيل او كريستان ديور او بيركردان. كل الحاجات دي بيوت ازياء وكتير منهم بيقلد افكار بعض. تعالوا كده نشوف مع بعض بقى منين ان احنا نغير الحجر بعد ما عرفنا هنا مكان الملو وهنا مكان زياده الشعله وتقلل. من ورا هنا كده نغير الحجر، وتاخد بالك وانت بتفك المسمار بتاع الحجر برضه عشان ما يضيعش منك. فخليك حريص جدا وانت بتتعامل مع هذه الاشياء بحرص جامد. تمام، نزلنا المسمار ونزلنا السوسته ونزلنا الحجر اللي كان راكب، وهنجيب حجر من النوع الاسود اهو، حجر تاني نركبه جوه الولاعه. ركبنا الحجر، يلا نقفل المسمار والسوسته مره تانية على الولاعه. خليك حريص وانت بتفك وانت بتقفل، ما تستعجلش، متعملش حاجه وانت في مكان مفتوح كده. خليك في مكان مقفول عشان لو لا قدر الله حاجه اتنطرت كده ولا كده تقدر تلاقيها بسهوله. حاجه مش عارف تعملها ازاي بلاش تغامر. نجرب بقى مع بعض الولاعه كده. الولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله، والنار بتاعتها جميله جدا. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش دوس لايك سبسكرايب وعرف صباحك ان انا واشترك في القناه، واشوفكم فيديو جديد. ما تنساش رايك يهمني، سمعني رايك في التعليقات وارد عليك زي ما احنا متعودين. اشوفكم فيديو جديد، سلام.